في البداية كده، أهلا بيك. السلام عليكم يا جماعة. زي ما كلنا عارفين، فالطيار عادي ممكن يمشي في الأسلاك في أي اتجاه. ورغم إن ده شيء مفيد إلا إنه في بعض الدوائر الكهربية بنكون محتاجينه يمشي في اتجاه واحد بس ما يرجعش. وساعات تانية كتير بنكون محتاجينه يحمينا من قوى الدفع الكهربية العكسية، أو بمعنى تاني الراجع بتاع الكهرباء. وهنا بنقع في احتياجنا لمكون يقدر يساعدنا في تحقيق المطلب ده. بدون إطالة، المكون ده هو الدايود. الدايود منه أنواع كتير، وكل نوع ليه المواد المتصنعة منه، وكل نوع أو مادة ليهم صفاتهم الخاصة وأرقامهم اللي بيشتغلوا بيها. خلونا نبدأ بإيه هو التركيب الداخلي للدايود عشان يخلينا نفهم بشكل أسهل كل حاجة عن الدايود بدون حفظ ولا تعقيد. التركيب الداخلي للدايود: الدايود بيتكون من مادة بي إن شبه موصلة. المادة الشبه موصلة دي بتكون مقسومة لبلورتين، واحدة منهم أنود وواحدة منهم كاثود. والأنود بيترمز ليه بالرمز A وبيتكون من نوع B، بينما الكاثود بيترمز ليه بالرمز K، بس هو بيتكون من النوع N. ولما بيتم تطبيق فرق الجهد المناسب على طرفين الدايود بيسمح بمرور التيار في اتجاه واحد بس. طب ايه هو رمز الدايود في الدوائر الكهربية؟ رمز الدايود في الدوائر الكهربية بيتكون من مثلث راسه في اتجاه مرور التيار، وبيكون عليه خط مستقيم عمودي على راس السلك. طب خلينا نشوف في أول أنواع الديودات، وهو الديود العادي اللي كلنا بنشوفه في الدوائر بتاعتنا. خلونا نبدأ بالديود ده. الديود ده لما بيجي يشتغل بيوقفك ويقولك لأ، استنى، أنا عايز ضريبة الشغل اللي هقدمهولك ده. وبيسألك السؤال الأول اللي هو الجهد كام. إذا كان الفولت عندك أعلى من 7/10 فولت بيقولك تمام، هاخد الضريبة بتاعتي ومشي أمورك أنت بالباقي. طب كام الضريبة بتاعت الدايود بتاعنا؟ هي مظبوط زي ما قلنا قبل كده، الضريبة هي 7/10 فولت. يعني إذا كنت عايز الحمل يشتغل على 12 فولت لازم نراعي وجود الديودات في الدايرة بتاعتنا. يعني لو عندنا دايود واحد بنكون محتاجين 12 و7/10 فولت عشان نشغل الحمل عند 12 فولت. ولو عندنا أكتر من دايود بنحسب 7/10 فولت لكل دايود موجود في الدايرة. طب فهمني أكتر إزاي ده بيحصل على الرسم البياني. ده الرسم البياني للجهد والتيار بدون وجود ديودات، وده بعد ما بيتم توصيل الديود في الدايرة. بس خلونا نركز في الرسم البياني ده كده شوية عشان بيقول كلام كتير. بس ايه المنظر ده؟ ده اسمه جهد الانهيار، وده الجهد اللي الديود بيقدر يستحمله في اتجاه المعاكس، وساعتها الديود بيتلف. طب الديود في الحالة دي بيتحرق ولا بيمرر تيار عادي؟ لا، للأسف بيمرر تيار عادي، لكن في حالات مش بيقدر يستحمله بيتحرق تماما وبيفتح الدايرة بالكامل. طب كفاية شرح أكاديمي وخلينا نسأل الأسئلة المهمة. إزاي أفحص الدايت بتاعي وأعرف هو سليم ولا لأ؟ في الأول لازم نتأكد إننا ماسكين الدايت في الاتجاه الصحيح بالشكل ده. بعدين نحط الموجب عند الطرف الأنود، ونحط السالب عند الطرف الكاثود. وفي الحالة دي هنسمع صوت صفارة في الأفوميتر، ولو عكسنا التوصيل المفروض ما نسمعش أي حاجة خالص. وفي الحالة دي بيكون الدايت بتاعنا سليم، وأي حاجة تحصل عكس كل اللي احنا قلناه ده بيكون الدايت بتاعنا تالف. طب ايه هي استخدامات الدايت؟ استخداماته كتير، ولكن زي ما قلنا انه بيجبر التيار يمر في اتجاه واحد. ومن الجملة دي نقدر نشوف استخدامات كتير ليه، زي انه لو عندنا الدايرة تيار متردد زي كده، لما بيتم استخدام الدايود بيتغير التيار بالشكل ده، وبالتالي يوحد اتجاه التيار بس بينقطع تماما في الجزء السالب. بس مع شوية تعديلات كمان نقدر نستخدمه انه يحول التيار المتردد لمستمر زي كده. دايرة مقاومة تيار: الدايرة دي اسمها الدايود بريدج ريكتيفاير. الدايرة دي بتحول التيار من متردد بين الموجب والسالب لمتردد برضه، بس في الموجب بس.
ومع استخدام قيمة المكثف المناسبة بنقدر إن إحنا نحصل على شوية حاجات أكتر، يعني بيتحول التيار للشكل ده وبيكون تيار مستمر. شفتوا بقى إيه ممكن يطلع من حتة دايود صغير زي ده؟ وبكده نكون شرحنا الدايود بشكل بسيط وسريع، وشكرا لمتابعتكم. وما تنسوش إن الدعم بلايك والاشتراك في القناة، ده هو اللي بيساهم في انتشار الفيديو لأكبر عدد وبيشجعني إن أكمل في تنزيل الفيديوهات بجودة عالية.